الفلوس تعطيها لمين؟ الإمام. الإمام. لا، فلوسها فين تروح؟ الإمام. أنت عايش داخل المسجد؟ إيجار فين ودي؟ فلوس إيجار. مصري هنا باكستاني. كم لك فترة وأنت عايش وتعطي الإمام فلوس؟ والله ما أدري، يمكن سنة سنتين. سنتين. تستلم الأموال من المستأجرين. نعم. أيوة، لأنه هذا موكل من عند الشيخ يعتبر. الشيخ هو اللي يجمع جميع الأموال أو الاستثمارات الموجودة في المسجد. أي نعم. مساجد السعودية تحت مجهر الرقابة لصونها من المتعدين، والفضل يعود لوزارة الشؤون الإسلامية، فقد تم ضبط مساكن مخالفة في أحد الجوامع تؤجر بالكامل منذ سنوات طويلة، تم استلامها من قبل المؤذن والإمام دون وجه حق. المبالغ يحصل عليها شخص يزعم بالإشراف أو النظارة وهو مخالف نظاما لجميع الأنظمة للوزارة ولنظام الإشراف والنظارة. خلينا بس أعرف كم عدد الشقق الموجودة في هذا المكان؟ ما يقارب 9 شقق إضافة إلى 7 غرف الآن نحن موجودين فيها، اللي هي عبارة عن دورات مياه أكرمكم الله ومواضع حولت إلى غرف تأجير للعمال. استهلاك الكهرباء والماء للأسف الشديد على وزارة الشؤون الإسلامية. توجهنا إلى مسجد آخر يأمه أكاديمي يعمل بأحد الجامعات السعودية، يحاضر طلابه في الصباح ويؤم المسلمين بعد العصر. نعم، هو دكتور يعني يقول أنه محتسب في هذا المسجد، يرفض أن يكون موظف رسمي تابع للوزارة، ولكن هذا لن يعفيه من المسؤولية. أكاديمي لا أعلم ماذا يعلم الطلبة في